السلام عليكم. يوم كروي حزين، ده ما يقال عليه. يوم السبت كان يوم كروي حزين على الكرة المصرية. الزمالك بيتغلب في الترجي في مشهد يعني لثالث سنة على التوالي. الزمالك بيعمل نفس الأداء، نفس الطريقة، نفس كل حاجة. كل الزملكاوية زعلانة بسبب اللي حصل. يجي بعدها على طول منتخب مصر المهلهل اللي ماشيين. يا جماعه احنا ماشيين في منتخب مصر ناشئين، ده ابن مش عارفه مين فخده، ده مش عارفه ايه فخده، الواد ده والله العظيم ده ابن صاحبي مش عارفه ايه، خده بقى لعبوا معاك. هو احنا مش رايحين حجز كوره؟ واكيد اكيد اكيد يا جماعه سن ال 17 سنه ده اكيد في لعيبه كتير جدا بتقدر تقدم حاجه احسن من اللي موجوده دي. غير طبعا الكلام اللي اتقال ان من اتحاد الكوره مش احنا اللي حاطين محمود جابر، وان واحد ماجد سامي طالع يقول واحد مدرب لمنتخب الشباب علشان خاطر هو ابنه صاحب صلاح. ده غير ابنه اللي هو لا يفقه شيء يا جماعه. وكذا مره قلنا ان هو يعني عمر جابر، يا جماعه عمر جابر ورب الكعبه ما ينفع يلعب كوره. والله العظيم مستواه اقل من اي حد في حجز كوره عادي جدا. يعني نفسه، يعني انت لو رايح انت واصحابك عمر جابر اقل منه. بالنسبه للزمالك فالزمالك محتاج ان هو يكسب الثلاث ماتشات، ودي يعني معجزه. السنغال عملت فيك ايه؟ صعدت كاس عالم، خدت افريقيا، كسبت البطوله المحليين، كسبت دلوقتي طالعه الشباب. وانا بقول لك السنغال هتاخد البطوله، السنغال هتاخد البطوله دي. فانت متخيل ان الاتحاد الكوره السنغالي شغال ازاي، وانت اتحاد الكوره المصري شغال ازاي؟ ان هو يكسب شباب بلوزداد في الجزائر دي حاجه مستحيله. عايز كمان يكسب المريخ ويكسب الترجي هنا، طبعا دي حاجه اعتقد انها مستحيله على الاداء اللي الزمالك بيقدمه عامه والطريقه اللي بيقدمها. ويا كابتن خالد الغندور اللي كنت بتنتقد الراجل اللي كان بيقول ان الزمالك بيقدم ضحك، الراجل اللي هو الناقد الرياضي في الترجي التونسي، فيا ريت انت فعلا قدمت ضحك حتى قدامه واتغلبت 2-0 بطريقه يعني مهزله. نروح للاهلي، والاهلي بصراحه اداؤه مش عارف اقول لك حلو ولا وحش، بس يعني صن داونز بصراحه فريق حلو جدا، فريق بيعرف يلعب كوره حلوه جدا جدا جدا. والفريق ده يا جماعه لولا انه عنده مشاكل دفاعيه وان الدفاع بتاعه مش احسن حاجه، والله العظيم الفريق ده هيروح لابعد وممكن ياخد دوري ابطال افريقيا عادي جدا. بس الفريق فعلا يا جماعه فريق حلو جدا. الاهلي مش هقول لك انه قدم اداء وحش، في اخطاء فرديه برضو نفس الاخطاء الفرديه. في محتاجين مهاجم يا كابتن خطيب، ورب الكعبه محتاجين مهاجم، وحياة دين الله محتاجين مهاجم. علشان انا عندي مشكله مع بيرسيتاو كان بيحنكش في الماتش في بدايه الماتش. الشوط الاولاني نزل طبعا محمد شريف ما عملش حاجه، نزل يعني محمد مجدي قفشه يا جماعه بيعمل اداء يعني مش فاهم انا بصراحه والله العظيم بجد. يعني لازم نشوف بديل لمحمد مجدي قفشه. لازم يبقى انت عرفت يا كولر خلاص ان هو في حاجات كتير مش قادر يقدمها. وما تنساش بقى محمد مجدي قفشه لما تروح تلعب فريق مش عارفه ايه في كاس مصر وتجيب جون وتقوم، او في الدوري وتقوم عامل كده وتقول ايه الف سلامه معلش انا اسف ايه يا عم؟ وانت كل بطوله دوليه وكل فرقه كويسه تلعب مش كويس، تعمل اداء مش كويس، تقوم قايل لي انا اسف بعد جون في دوري مصري ولا جون في كاس؟ غير طبعا ضربة الجزاء اللي انا مش فاهمها بصراحة. يعني انا عندي ترتيب 1 2 3: علي معلول الاول، حسين الشحات الثاني، يا سيدي محمد مجدي قفشه الثالث، محمد عبد المنعم الثالث، كل الناس. محمد هاني ليه يخش شوط ضربة الجزاء وليه تضيع وليه الطريقة اللي انت بتشوطها كده؟ وكولر طالع بعد الماتش بيقول ان محمد هاني بيشوطها كويس في التدريبات. هو ده اللي كويس يعني؟ هو انتوا بتقنعونا بايه؟ بس الكولر بدأ الماتش بطريقة غلط. كهربا مأدي وماشي معاك كويس، نزله من اول الماتش. بيعرف يخطف كوره، بيعرف يقطع، بيعرف ياخد 2 مدافعين معاه وواحد يخش من الجناب. احمد عبد القادر يا جماعه مستواه غريب، يعني مره يبقى نجم الفريق ومره يبقى امبارح اقل واحد في الفريق. احمد عبد القادر محتاج ان هو يفضل ويثبت على مستوى معين. طبعا احنا كمصريين لازم نمسك الكالكوليتر والاله الحاسبه. طبعا حتى منتخب الشباب اللي عنده 17 سنه اللي كانوا طالعين قاعدين يعيطوا كانوا عايزين امبارح يكسبوا السنغال او يتعادلوا. حظوظ الاهلي في دوري ابطال افريقيا احسن شويه من حظوظ الزمالك طبعا محتاج ان هو يكسب الثلاث ماتشات، منهم ماتش صعب جدا في الجزائر ما اعتقدش، والترجي يعني كسب بالعافيه هناك في الجزائر.
وعندك الاهلي بقى نفس الكلام، عنده برضه حظوظه صعبه بس مش مستحيله زي الزمالك، صعبه قوي. وغير كده كمان الاهلي اداؤه افضل من الزمالك ويقدر ان هو يعمل كده. عنده ماتش القطن في القاهره يقدر ان هو يكسبه، يبقى 4 بونت، يروح صن داونز يلعب مثلا ان شاء الله يكسب او يلعب على التعادل، ان هو يتعادل. بس لو لعب على التعادل هيخسر يا جماعه، وهيخسر برقم وهيخسر بسكور عشان الفرقه دي مرعبه جدا. وعنده طبعا الهلال ان شاء الله باذن الله يكسبه كده، يبقى معاه 4 بونت. طبعا بعد ماتش القطن لو تعادلت مع سان داونز هناك يبقى معاك 5 بونت، تكسب ان شاء الله الهلال. ويا ريت تكسب الهلال بفرق اكتر من جونين عشان او اكتر من جون، علشان خاطر في الاخر خالص انت ما تضمنش ايه اللي هيحصل بين ماتش سان داونز والهلال. افريقيا كلها نفسها ان الاهلي يخرج، فممكن عادي جدا سان داونز يسيب الماتش للهلال عشان الهلال يصعد معاه، فما تضمنش اي حاجه. اخر ماتش هيكون الهلال والسودان. يا ريت الاهلي يركز الفتره اللي جايه، يا ريت نبطل محسوبيه في اتحاد الكوره وفي منتخبات الناشئين وخد ابن فلان اصل هو صاحبي. يا ريت الزمالك يعني بعد حبس طبعا مرتضى منصور، وده اكتر حاجه جمهور الزمالك امبارح وجمهور الاهلي عاملين شكرا يا خطيب، شكرا يا خطيب. ودي اكتر حاجه اعتقد انها بسطت جمهور الزمالك ولعيبه الزمالك نفسها اللي هي كانت مذلوله من مرتضى منصور. اعتقد الزمالك الفتره الجايه ممكن يفوق، ممكن مش اكيد، بعد طبعا ما مشي اهم عنصر كان كل الناس معترض عليه. سلام.